بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ دكتور حسن. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا بك وبالمشاهدين، مرحبا. حياك الله. نذكر المستمعين ومشاهدينا الأفاضل أننا في صدد استقبال استفساراتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية. طيب، بادئ بدء شيخنا، نعرف جميعا ولا يخفى على عاقل أن الأخلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأن الدين الإسلامي حث على أحسنها وحث على أفضلها في الإسلام. لكن لو سألنا هل الإسلام هو مرجع الإنسان الأخلاقي، أو بشكل عام هل الأديان هي مرجع الإنسان في الأخلاق أم لا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا هذه من كبرى الجدليات على كلنا المعاصرة فيما يتعلق بمرجعية الأخلاق بين المنظور الديني والمنظور اللاديني. فمثلا لو نظرنا إلى الحضارة الغربية التي حاولت أن تنحي الدين عن الحياة وركزنا في هذا الاتجاه، ستلاحظ بأنها لا تجعل الدين عاملا من العوامل، أو على الأقل لا تجعله عاملا أوحد في المنظور الأخلاقي. وبالتالي دخلت بعد ذلك لتجيب عن سؤال الأخلاق، على ما ترتكز الأخلاق وما هي مرجعية هذه الأخلاق حتى نستطيع أن نقول نحن عندنا مثلا أخلاق. لأن تلاحظ الآن كثير من الناس مثلا يقول لك والله الغرب، وشخص آخر يقول لك يا أخي الغرب يحتل الآن مراكز متقدمة في الأخلاق. فبناء على إيش؟ يعني بناء على ماذا نستطيع أن نقول والله هذه أخلاق وهذه مفردتين بينهما تشابه، الاختلاف فقط في الضم والفتح. الخلق ما يتعلق بظاهر الإنسان، البنية الخارجية نطلق عليها الخلق. نعم. اللي هو البعد البراني في الإنسان، كما يقول علي عزت بن البعد البراني في الإنسان خلقه، الشكل الخارجي. البعد الجواني في الإنسان هو خلقه. جميل. فكل ما يتعلق بالبعد الداخلي فيه، الجانب المعنوي فيه، الجانب السلوكي لنفسه، هذا الذي نطلق عليه نحن بالأخلاق. فما يصدر عن هذا الإنسان من دواخله ودوافعه الغريزية والتربوية، ما يصدر عنها من سلوك أيا كان، خيرا كان أم سيئا، نطلق عليه خلق. نعم. لأن الخلق في العربية فلان تخلق بكذا معناها تطبع بكذا. فالأخلاق هو ما يتطبع به الإنسان ويعد سجية له. وهنا الأخلاق تنقسم إلى أخلاق خيرة وأخلاق ليست خيرة. طيب، يبقى أمامنا هنا الآن معيار الخير والشر. المسلمين وأهل الإيمان عموما يقولون بأن معيار الخير والشر هو الشريعة. معيار الخير والشر هو الشريعة. فما جاءت الشريعة بأنه خير نقول هذا خير، وما حكمت الشريعة بأنه شر نقول بأنه شر. يبقى هنالك سؤال آخر، هل والله فقط الخير والشر محصور بس في البعد الديني والبعد النقلي وبعد الوحي، أم هنالك أشياء يمكن أن يحكم عليها الإنسان؟ هنا بطبيعة الحال نقول مثلا الفطرة، فطر الله تبارك وتعالى على الإنسان، فهنالك قيم مغروسة في الإنسان سلفا وطبعا وسجية يحكم كل البشر على أنها خير، سواء في إطار العقل أو في إطار الفطرة. فمثلا ما يسمى الآن بالبديهيات، بديهيات
النزعات الإنسانية، لا أتكلم هنا عن البديهيات العقلية، وأنا أتكلم عن ما نسميه بالمسلمات الإنسانية. مثلا الكل متفق على أن صفة الصدق ممدوحة والكذب مذموم، نعم. الظلم مذموم والعدل ممدوح، الأمانة ممدوحة والخيانة مذمومة. هذه في إطارها الكلي ليست هنالك مشكلة، لكن يبقى حتى ونحن نقول هذه غرائز إنسانية مسلمات إنسانية، لكن يبقى السؤال من أين تحولت هذه القضايا إلى مسلمات إنسانية في هذا الإنسان؟ نعم. هل من ذات نفسه أم من الشرائع التي تطاول عهدها مع هذا الإنسان مع بني آدم حتى وصل إلى هذه المسلمات لتكون بالنسبة له شيء مغروس فيه. فعلى كل نحن بالنسبة لنا نعتبر بأن الرسالات السماوية هي أساس ما نسميه نحن بمنظور الأخلاق، وخاصة الرسالة السماوية الأخيرة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بأتم ما يمكن أن يتم الحديث عنه في البعد الأخلاقي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هنا عندنا إشارة مهمة جدا، وهو أن الرسالات كلها كانت تحاول أن تتكامل في البعد الأخلاقي. نعم. فمثلا لو أردنا أن نقول ما هي أول قيمة بعد التوحيد، طبعا ما هي أول قيمة أخلاقية وردت عند الرسل، ستلاحظ قيمة بر الوالدين وبر الوالدين أجمع عليها الرسل تقريبا. هذه بدأت من نوح وتواصلت. نعم. بعد كده حتجي مع كل رسول تضاف لنا قيمة أخلاقية معينة، مثلا قيمة التواضع وعدم التكبر تلقاها مع هود وصالح. قيمة مثلا عدم أكل أموال الناس بالباطل والميزان القسط تلقاها مع شعيب عليه السلام. قيمة مثلا محاربة الاستبداد والحرية تلقاها مع موسى عليه السلام. قيمة العفة والفضيلة وترك الفواحش تجدها مع لوط عليه السلام، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يقول كانت هنالك قيم وأخلاق تتكامل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبني لبنته الأخيرة في هذا البنيان العظيم من بر الوالدين إلى أن مثلا تكاملت الوصايا هذه المعروفة الآن بقضايا الأخلاق بعد توحيد الله تبارك وتعالى في آية الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بالعهود. هذه القضايا كلها تأتي كمنظور أخلاقي جاءت بها الرسالات، فكانت وصايا بالنسبة لموسى وعيسى ثم تحولت إلى محرمات. نحن بالنسبة لنا ننظر إلى أن الدين هو أصل إيه؟ أصل الأخلاق. نعم. طيب يبقى هنالك سؤال، ما بال الذين لا دين لهم؟ هل خلوا تماما من الأخلاق؟ لما الغرب الآن مثلا قال والله يا أخي نحن تخلينا عن الدين ولم يعد الدين بالنسبة لنا مرجعية في هذا الجانب. طيب نحن نقول دائما يرتبط الدين جدا أن نقول بأنه يتصف بأخلاق حميدة. لماذا؟ لأن بعد الأخلاق دائما حاضرة فيه قضية البعد الأخروي. كل فعل يريد أن يقدم عليه فهو يستحضر عظمة الله ويستحضر المساءلة يوم القيامة. بالنسبة لغير المتدينين ترتبط بالمصلحة والمنفعة وبالعقوبة والزجر. نعم. لاحظ الشخص المتدين ما عنده قضية بالعقوبة، إنه والله العقوبة هذه لا تشكل عنده الرادع الحقيقي، لا، البعد الإيماني هو الذي يشكل عنده، والمسؤولية الأخروية هي التي الشخص الذي ليست له هذا البعد الديني ينظر إلى القوانين وينظر إلى السلطة وينظر إلى الشرطة وينظر إلى أدوات القمع والضبط والسيطرة في المجتمع. فإذا وجد بأنه والله يمكن أن يكشف ويمكن أن يتابع ويمكن أن يلاحق ويمكن أن تساء سمعته يحرص قدر الإمكان أن يكون أخلاقيا. نعم. إذا شعر بأنه والله لا، المسألة فيها منفعة وفيها فائدة وفيها ولكن لا يمكن أن يكشف يقدم عليها مباشرة. هنا لاحظ كيف أن البعد المادي عندما تتحول الأخلاق إلى أخلاق مادية يغيب فيها بعد الضميري والبعد الداخلي اللي هو ما نسميه نحن السلطان الداخلي سلطان الإيمان، ويحضر سلطان أو قوة السلطان المادي، قوة شرطة، قوة جيش، قوة أجهزة أمنية، قوة قوانين تظهر في هذا الجانب. وبالتالي نحن نقول الأخلاق الأصل فيها الأديان والمرجع الحقيقي فيها هي النفس البشرية المتزكية بهذه الأديان والعام مستحضرة عظمة الله ومستحضرة المسؤولية يوم القيامة. طيب ماذا عن الصعيد السيء في الرجل الديني؟ إذا كان الرجل غير ديني صعيده السيء ناتج على أنه لا توجد لديه مرجعية. وعلى كل يعني مش غرائز فقط يعني، لكن دعني أقول نحن الآن نقول الدين مدخل من المدخلات.
لكن هل فعلا الدين هو المدخل الوحيد الذي يرسم كل حركة الإنسان المتدين؟ أم أنه والله عنده مدخلات مدخلات أخرى. نعم. يعني الآن نحن مثلا هنالك كم هائل جدا من الضخ الإعلامي المادي الذي يحاول أن ينقلنا من دائرة الأخلاق في بعدها الإيمان الديني إلى دائرة الأخلاق في بعد الكسبي المنفعي. نعم. فأنت مادي، فمثلا يقول لك الحياة مصالح كده، الحياة مصالح، الحياة منفعة، كل شيء ألقى فيه منفعة ما عندي مشكلة. لاحظت؟ فهو لو قلت له يا أخي أنت بما تضبط هذه المصلحة؟ هل تضبطها بالشريعة أم تضبطها بهوى النفوس؟ هل تضبطها بالشريعة أم تضبطها بالكوابح القانونية والتشريعية اللي موجودة في المجتمع؟ فتجده سبحان الله مدخلاته فيها إشكال. فالشخص المسلم شعاره في الأخلاق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الذي تحولت مدخلاته كلها إلى هذا الشكل شريعة يخرج لنا إنسانا سويا منسجم في نظرته للدين من الناحية العقائدية وفي سلوكه العملي، فهو منسجم مع شريعته. هذا الشخص اللي ما شاء الله يعني مدخل بأكثر من اتجاه المعاكس، يدخل خير ويدخل أيضا يدخل شر. نعم. بطبيعة الحال يعني إذا ذكرته تذكر، ولكن ستلاحظ بأنه دائما يعني هذا التبنى إلى شخصية مزدوجة في التعامل الأخلاقي. طيب هذا قد نقول انه على صعيد اخلاقيات المرء مع نفسه او في تكوينه لذاته. ماذا عن صعيد تعاملاته مع الناس؟ لان التعاملات دائما ما تكون متفاوته، منها ما يكون مالي واجتماعي ومنها ما يكون على صعيد العلاقات الزوجيه. لو قلنا ما هي الاساس، ما هو الاساس او ما هي الركيزه التي تبنى عليها العلاقات بين البشر؟ لكل إن هنا يحضرني مقولة شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله عندما يقول منبع كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. تربى على الإيمان بالله، تربى على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى على مسألة الحلال والحرام، فإنه هذا تربى في بعده الشخصي على المستوى الشخصي. عندما يتعامل مع الآخرين سيحرص أن يتعامل بنفس هذه الحالة اللي هو تربى عليها، وبالتالي الحالة الفردية ما تخلق به الإنسان من سلوك سينعكس في معاملاته مع الآخرين. ولذلك يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نعم. المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحول الحالة الإيمانية العقائدية إلى ترجمة في الواقع ليراها الناس. من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. مع أن نحن نعرف أن أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، مش كده الأركان. نعم. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسره بالبعد السلوكي؟ نعم، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، يجب أن يظهر ذلك في السلوك، فيقال بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه هي على كل مسألة العلاقة بين البعد العقائدي والبعد التربوي والبعد الداخلي في الإنسان وبين علاقته مع بني البشر. فكلما كان الإنسان تقوم قناعاته الخاصة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعامله مع نفسه، تعامله مع الآخرين، تعامله مع الأزواج، تعامله مع الأصحاب، تعامله مع البيئة التي هو فيها، حتى تعامله مع عالم الحيوان، حتى نظرته لله، نظرته لنفسه، نظرته للطبيعة، نظرته للبشر. فهذه الرباعية لا تنفك عن بعضها البعض. جميل، لأنها عائدة للمنظومة الأخلاقية التي نعم. بنيت عن طريق الدين. نعم. طيب دعنا ننخرط في هذا قليلا شيخ. على الصعيد المالي مثلا ذكر الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وشرعت في الإسلام كتابة العقود وما إلى ذلك. إذا كان الإسلام قد بنى عند الإنسان منظومة أخلاقية متكاملة، لماذا يعني يكون في مثل هذه الكتابات أو العقود التي ممكن أنها تخون من الإنسان أو تجعله في غير محل ثقة؟ هي لا تخون من الإنسان، ولكن كما يقول سيد قطب عليه رحمة الله هذا الإسلام يتسم بمثاليته وواقعه. الأمانة، على الصدق، عدم الخيانة، عدم أكل أموال الناس بالباطل، كذا كذا، هذه كلها قيم مثالية. طيب، لكن لو سألنا أنفسنا سؤال، هل كل المؤمنين وكل الذين آمنوا بهذا الكتاب سيكونوا مندرجين عمليا بنسبة 100% في نفس هذا الجانب عمليا، ولا حيكون في الناس يتفاوتون؟ ستجد تفاوت. هنالك السابق بالخيرات والظالم لنفسه. طيب، هنالك في نفس هذا المجتمع الذي نقول عنه مجتمع مسلم قد لا يكون مجتمع كله مسلم، فيه أيضا من هو ليس من المسلمين ولا مقتنع أصلا بالمنظومة القيمية الأخلاقية التي يؤمن بهذا المجتمع. فعندما تأتي أنت في مثل هذا المجتمع من الناحية الواقعية
عليك أن تتعامل بالبعد الواقعي وليس بالبعد المثالي. فأنت تترك للناس في بعد المثال أن الرقابة ذاتية، أن الله هو الرقيب عليك، وأنك ستأتي يوم القيامة بما كسبت خيرا أو شر. طيب، لكن سنلاحظ بعض الناس ضعاف، فعامل الإيمان أو عنصر الإيمان الرهان عليه وحده في إدارة المجتمعات ليست صائبة، لا بد أن يكون هنالك أيضا عنصر السلطان. فكما قال عثمان بن عفان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لا يزعهم القرآن ولا تمنعهم السنة النبوية، فيبقى هنالك الرادع الآخر، وهو وجود تشريعات ووجود سلطة أيضا تراقب هذه التشريعات. فمثلا أنت الأصل فيه عندما تستدين من شخص، الأصل أنك ديانة ترد إليه ماله، نعم. وتدرك بأن هذا المال إذا أخذته مشيت عليه ما نحتاج أن نكاتبك ولا نحتاج إلى ملاحقتك عبر الوثائق عبر التقنينات، لا. لكن كثير من الناس تجده فيه قصور، فيه نقص، فيه ضعف إيماني، فلا يردعه وازع الإيمان، نحتاج معه إلى تتبع السلطان ووجود ما يوثق، وجود ما يثبت هذه الحقوق التي تترتب في رقاب الناس. فالإسلام في واقعيته يراعي هذا الجانب، والأحكام اللي من هذا النوع كلها تراعي الجانب الواقعي في حفظ حقوق العباد. أن لها بعد مثالي في الإسلام. نعم، لها بعد مثالي ولها بعد أيضا واقعي. البعد المثالي هو أن يكلك إلى إيمانك. نعم. البعد الواقعي أنه يتعامل مع البشر بطبيعتهم العادية، النقص والقصور والظلم والعدوان، هذه طبيعة موجودة في الناس. وبالتالي هو الذين ما شاء الله الذين لم يأخذوا بهذا المثال لا بد أن نكون معه واقعيين، وبالتالي يتم التتبع لهم من الناحية القانونية. طيب، بعض الأمور لا يحتاج لها إلى كتابة عقود أو لا يحتاج لها إلى كتابة شيء، قد تكون مثلا عابرة، كم مثل أنها تكون مبالغ مادية طفيفة أو بسيطة بين اثنين، أو تكون لا يحسب لها حساب أو لا ينظر لها. الجانب المثال الذي ذكرنا، نقصد به الناس أنهم يتعاطون الأمور بشكل طبيعي، بشكل عادي، بشكل عفوي. لكن أيضا الشريعة تقول لك والله نحن شرعنا لك أمور تشريعية لحفظ مالك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حديث على كل ربما يكون خارج عن السياق، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يرفع الله لهم دعاء، لا يقبل الله لهم دعاء ولا يرفع الله لهم. من هو؟ قال مثلا: رجل تزوج بامرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ورجل آتى رجلا ماله ولم يكاتبه، ورجلا آتى رجلا مالا ليتجر به وهو سفيه. في الأول يقول: قد جعل الله لهذا الذي تزوج امرأة سيئة الخلق بدل أن يدعو عليها طلقها، ليش تدعو عليها؟ جعل الله لك مخرج الطلاق. نعم. لاحظت؟ فلو مشى واحد امرأة منكدة عليه وتعباه وكذا لأنه جعل الله لك مخرج. فيقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: كل من جعل الله له مخرجا ولم يتبعه لا يجد بعد ذلك في بعد الديانة مخرج. لأن الله قال لك والله أنت حاول أنه مالك تحفظه بالكتابة، تجارتك ما تتاجر مع السفهاء، تتاجر مع أهل الرشد. فإذا كان فرط الإنسان في هذا الجانب فقد فرط في أمر شرعي، وبالتالي هو من يتحمل. فأنا دار أقول شنو فيما يتعلق بقضايا الكتابات بشكل عام، هي يعني مندوبة وهي مستحبة وهي كذا، لكن لا يعني أن كل حياة الناس تقوم على هذا النوع من الكتابة. قد تقوم على التعامل العادي إذا وثق الطرفان في بعضهم البعض ويشعر أن هذا الإنسان لا يضيع له ماله ولا ينكر ماله. لكن في شخص آخر قد لا تثق به تلك الثقة، نعم، فتقوم مثلا بالكتابة وتقوم بالإشهاد. ونوع ثالث مثلا تقوم بالرهان، إنه والله ترتهن منه شيء، تقول والله أنت تريد مني أعطيني الشيء الفلاني رهينة حتى ترد علي مالي، وهكذا. نعم. طيب، للحديث بقية شيخنا الفاضل. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل
يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير، ونستكمل حديثنا مع الدكتور حسن. شيخنا، كنا نتحدث عن التعاملات المالية بين المسلمين بعضهم البعض، لكن ماذا عن صعيد الدول؟ هل للمسلم على الدولة حق أمر به الشارع عز وجل إذا كان مثلا في حالة مادية ضعيفة أو في أقل من متوسط دخل المجتمع، وكيف للدولة أن ترعاه في هذا؟ طيب، على كل فيما يتعلق بموضوع الدولة قد يكون أكثر تعقيدا من موضوع الأفراد. فالأفراد التعاملات فيه بسيطة وليست معقدة، لأنه يتعلق بمنظومة التعاقد التي تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي ونظامها الاقتصادي ونظامها الإداري، وبالتالي هنا لا يمكن أن نتكلم عن دولة بطريقة واحدة أو بنمط واحد. نعم. لكن ستلاحظ بأن الإسلام كله من أوله من أعلى قمة الهرم السياسي إلى أدنى ما يمكن أن نسميه بالمواطن البسيط جدا العايش في بادية من البوادي، كلها تقوم على منظومة أو مقصوصة الحقوق. مقصوصة الحقوق أو منظومة الحقوق قائمة على أساس أن الذي قسم هذه الحقوق ليست الدولة ولا هو المجتمع. لاحظ الآن هنا في المجتمعات الغربية تقوم فكرة القوانين على عملية المدافعة. عملية المدافعة بين المواطن وبين مؤسسات المجتمع المدني وبين الأحزاب وبين الدولة، فتقوم على المدافعة وتقوم على توازن القوى ما بين المكونات المجتمعية وما بين سلطة الدولة. هنا على كل تارة تتغلب الدولة وتارة يتغلب المجتمع. نعم. لأنه قائم على فكرة المغالبة. بالنسبة للدولة الإسلامية ما قائم على هذا الوضع، ما قائم على هذا الوضع. فالمجتمع لا يأخذ حقه غلابا كما يقال، يعني أنت ليس هنالك حق ستثبته من خلال الصراع، لأن الله تبارك وتعالى قسم الحقوق، قسم الحقوق المالية وقسم كذلك الحقوق الأدبية إنجاز التعبير. كل الحقوق هذه مقسمة، وبالتالي مثلا فيما يتعلق بشكل الدولة، في التصور الإسلامي ينظر إلى الدولة أو النظام السياسي بأنه فرع المجتمع وليس العكس. فالمجتمع هو الأصل والأمة هي الأصل والنظام السياسي فرع عن الأمة. وبالتالي ما الذي سيتيحه المجتمع من مهام سلطوية للسلطة السياسية؟
إن أتاح لها فرص للسلطة بشكل كبير ستأخذ مساحات من من الحقوق ومساحات من الواجبات، وإذا كان احتفظ لنفسه بنسبة كبيرة بطبيعة الحال ستكون هذه على كل هي. وبالتالي كل ما أتاح لها مساحة من التكليف مقابل هذا التكليف يقوم المجتمع بتغطية احتياجات السلطة. الأصل مثلا في الشؤون المالية في الشأن المالي بشكل عام أن الحقوق مقسمة 4 أخماس بشكل عام، سواء كان في قضايا الجهاد، في قضايا الممتلكات المالية، في ما هو موجود داخل الأرض، تسيرا لحركة الدولة ولهيمنة الدولة. لماذا؟ لأن المجتمع مكنته الشريعة الإسلامية من منظومة كبيرة جدا من الحقوق المالية والحقوق السلطوية، حتى على مستوى السلطة مفككة الحالة السلطوية، على مستوى المال مفككة كذلك حركة المال أو الثروات بحيث تتوزع في أكبر قدر من الناس. وبالتالي ستلاحظ بأن ما تأخذه الدولة من حقوق هو يترتب على ما كلفت به، وبناء على هذا التكليف تأخذ تأخذ حق. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اليوم الذي كلف فيه بالخلافة فكر أن يذهب إلى السوق، أراد أن يشتغل، فذهب إليه لعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أنت بعد كده بقيت الآن مسؤول الأمة وقضايا الأمة كلها ستكون طيب. فحددوا له سبحان الله، حددوا له مثلا ذبيحة يومية له ولضيوفه ولأسرته، وحددوا له راتب من المال. هذا أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ظلت الأمة هي من تحدد سلطان راتبه وحقوقه وكذا، بناء على أنه تفرغ. لأنه كما يقال في قاعدة في الشريعة الإسلامية تقول الحبس يوجب النفقة، فمن حبسناه للقيام بأمر السلطة أنفقنا عليه. نعم. كل موظف حبس لما يتم تقريبا إنفاق عليه من هذا الجانب. فعلى كل ما يجب على المواطنين أو على عموم الناس داخل الدولة من حقوق مالية بناء على ما تكلف به الدولة. فمثلا بعض الدول وصلت الآن إلى مرحلة أنها دولة تسمى دولة ذات طبيعة ترعى فيها المواطن، دولة الرعاية جاز التعبير. فترة من فترات كانت الدولة دولة حارسة، والآن انتقلنا إلى الدولة الراعية مثلا. هنا ستلاحظ طبيعة الدولة الحارسة تختلف عن طبيعة الدولة الراعية. طبيعة الدولة الحارسة مكلفة فقط بحراسة الحدود وحماية الناس وأمنهم وكذا، تتركهم بعد ذلك وهم يتفاعلون داخل المجتمع. وقد يكون هذا النموذج على كل يعني يصلح في مرحلة من المراحل، وقد يكون الأنسب. دولة الرعاية إشكاليتها في أنه والله كل القضايا المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته وأمنه وتشغيله وكذا تقوم به الدولة. وين خطورة هذه المنظومة، هذا النوع من دولة الرعاية؟ يتحول البشر كلهم أسرى لهذه الدولة. يعني أنت تتحول من شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة أسير لمنظومة الدولة اللي هي والله هي تأكلك، هي تشربك، تدخل الكهرباء، هي تفعل. في النهاية حتى قضية الحماية الشخصية لابد أن تتصل بالشرطة حتى تدافع عن نفسك، لكن لا تملك حق الدفاع عن نفسك. فهذه على كل طبيعة الدولة، وبالتالي الحقوق التي تترتب عليها ستختلف من نظام إلى نظام. لكن الأصل بالنسبة لنا في التصور الإسلامي أن المجتمع هو الذي مثلا في التاريخ الإسلامي ما كانت الدولة والله معنية كثير مثلا بقضية إنه والله التعليم الصحة، دي كلها قضية مجتمع وحركة مجتمع، وكان التعليم يقوم بأفضل أدواره وينفق عليه من المال الخاص للمجتمع وليس المال العام للدولة. فالأوقاف مثلا ما كانت أوقاف دولة، كانت أوقاف للمجتمع، وحركة المجتمع كانت تقاد من هذا الاتجاه. العلماء، الدعاة، هذا كلهم كانوا يأخذون أموالهم مثلا من الأوقاف ولا يأخذونها من الدولة. فهذا كان يحقق نوع من التوازن على كل في موضوع منظومة المجتمع. طيب بعيدا عن الصعيد المالي في هذا، بمنظومة الحقوق الشرعية أصلا ما حتحتاج أنت للدولة. إذا أخذنا بالمنظومة الشرعية الحقوقية لا تحتاج إلى الدولة. فستجد أن مثلا منظومة الزكاة حركة مجتمع، منظومة الأوقاف حركة مجتمع، الإنفاق العام على المعوزين حركة مجتمع. لكن في إطار التصور الإسلامي كلما أيضا زادت الدولة في خزينتها من الأموال الخاصة بها نصيبها الخاص، كلما توسع أيضا هي تسعى أن تسد ما يحصل من خلل في حركة المجتمع. وبالتالي هنا نقول بأن من لم يستطع المجتمع أن يغطي له احتياجاته نعم. طيب جميل. ماذا عن حقوق المسلم للدولة يا شيخنا؟ هل السمع والطاعة هما خلاصة حق المسلم على الدولة، أم أن هناك حقوق أخرى يجب أن يتحلى بها المسلم؟
هو على كل أول خلينا دائما نخرج من دائرة الحقوق فقط إلى دائرة أن المسألة هي حق وواجب. نعم. المجتمعات للأسف الشديد في الآونة الأخيرة طبعا نتيجة فلسفة الحقوق بيجوا يتكلموا بس عن شنو؟ منظومة الحقوق. نعم. هي في حقوق وفي واجبات. مثلا كما تفضلت الآن، نحن من واجب المجتمعات على السلطة مسألة السمع والطاعة، أي بمعنى أنه والله موضوع أن لا تتمرد على الأنظمة القائمة، أن لا تتمرد على القوانين التي لا تتخالف على كل مع شريعة الله، هذه كلها يلزم فيها السمع والطاعة. طيب في نوع آخر أيضا مع السمع والطاعة عندنا موضوع النصرة، وهذه السلطة إذا ما تعاون معها المجتمع وتضامن معها المجتمع وحاول أن يحميها المجتمع لا تستطيع أن تصمد، وبالتالي قابل للانهيار، سواء كان من عدوان داخلي أو عدوان خارجي، من بغاة من الداخل أو غزاة من شنو؟ من الخارج. فالدولة المسلمة بحاجة أيضا إلى هذا النوع من النصرة. عندك السمع والطاعة، عندك موضوع النصرة، عندنا أيضا ما نسميه نحن بالرقابة اللي هي المتابعة في ما يتعلق بأداء هذا من واجبات الشخص على دولته، إنه والله هل فعلا والله هنالك انحرافات، هنالك خلل، هنالك كذا، حتى يكون المجتمع مجتمع يغز وليس مجتمعا سلم عقله وبطنه وكل شيء للدولة وهو ما عليه إلا أن يسكت. لا، حركة المجتمع المسلم هي حركة تفاعلية قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الرقابة. أيضا في النهاية موضوع النص مع المسلم على كل هو مجتمع إيجابي، لذلك الله تبارك وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا المجتمع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه طبيعة المجتمع، هي مجتمع يقوم بواجبات وأيضا عليه هنالك حقوق على كل اتجاه الدولة. طيب هل تتلخص الواجبات في السمع والطاعة لولاة الأمر أو للدولة بشكل عام؟ لا تتلخص في ذلك، كل هذه اللي ذكرتها داخلة فيها. نعم. عندك السمع والطاعة، عندك الرقابة، عندك النصح والإرشاد والتوجيه، عندك الممارسة في مواطن وواجبه أن يكون متفاعل مع حركة الدولة، لأنه أنت في نهاية المطاف أنت من تأتي بولاة الأمر، أدوا الأمانات إلى أهلها. فواحدة من واجباته الأساسية أنه والله يكل الأمور إلى من هم يصلحون لها. هذه من القضايا الأساسية. طيب أنت وكلت هذه الأمور إلى من هم أهل، وصار هنالك إمام أو صار هنالك رئيس دولة، هذا الرئيس سيتطلب منك أيضا أن تنصره وأن تدافع عنه وأن تحميه حتى لا ينهار. فهذه كلها تطبق شرع الله عز وجل. دولة غير إسلامية مثلا وكانت لها تشريعات مختلفة، وهو الآن يقع في حرج، إما أنه يعني يكون في حرج السمع والطاعة لما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو أنه يكون في تشريعات يعني لا ترضي الله. نعم. هنا دعني حتى يعني أنبه إلى كثير من الخلل يحصل في هذا الجانب، وهو بعض الناس يخيّ وهو في ديار الكفر. يعني مثلا العلماء والفقهاء الذين تكلموا عن موضوع دار الإسلام ودار الكفر عرفوها بتعريف على الأقل قد يكون بسيط. دار الإسلام التي تخضع لأحكامه، ودار الكفر التي لا تخضع لأحكامه. إذا وضحت الصورة إن أنا وين موجود، هل أنا ضمن ديار المسلمين أو دار الإسلام التي يسود فيها أحكام الشريعة، أما أنا في إطار دار الكفر التي لا تسود فيها أحكام الشريعة؟ لماذا؟ لأنك لو تلاحظ حركة التشريع الديني في الإسلام هي حركة مجتمع ممكن وليس مجتمع مستضعف. فإذا كانت هنالك جانب يكون في ديار الإسلام وما يصلح أن تقوم به المجموعات والأفراد من البعد الشعائري أو التعبدي يمكن أن يكون في خارج ديار الإسلام. فالآن مثلا بعض المسلمين هم في غير ديار الإسلام، موجودين في بلاد فيها أكثريتها نصارى أو أكثريتها على كل غير مسلمين، هنا مطالبين بالبعد الشعائري من صلاة وصوم وزكاة والجواد طبعا على كل مع عقيدتهم. لكن أفرض أنه والله تصدر هذه السلطة أحيانا قوانين ونظم تتصادم مع عقيدة المسلم. يحرص المسلم على كل قدر الإمكان أن يتجنب أي محاولة أن يكون مثلا خاضع لغير شريعة الله تبارك وتعالى إلا في حالة الاضطرار. وهنا ضوابط كثيرة موجودة فيما يتعلق بالتحاكم عند الاضطرار. مثلا شخص اشتكاه شخص آخر وقال له وساقه إلى المحكمة، نحن مثلا نذهب في اتجاه التصالح، اتجاه انه والله تؤخذ الامور بغير الجانب القانوني اذا كان ذهبنا ويحصل ظلم مثلا في المحاكم او نحكم بغير ما انزل الله. هذا نقول لهم والله احرصوا قدر الامكان ان تحلوا مشكلاتكم من خلال وجود على كل، لكن احيانا قد يكون في طرف غير مسلم ويجرك الى هذه المحاكم، فهنا انت لست ممن رغب واراد التحاكم الى هذه القوانين وهذه النظم، وقد تكون أيضا أحيانا مضطرا لاستخراج حقك الذي إن لم تذهب إلى هذه المحاكم لا تأخذه سواء كله أو بعضه.
وهنا أيضا لا نقول للمسلم والله لأنه في المحكمة في قوانين وتشريعات تبطل أو لا تعطيه كل الحق أو تعطيه جزء من الحق بحكم القانون المتاح، لا نقول له فليضع كل الحق، بل نقول له اذهب وحاول أخذ حقك بحسب الإمكان. طيب، ما الحكم الفاصل بين الدولة والفرد في قضية الحقوق التشريعية؟ من صاحب الأولوية؟ هنا قبل دعني أضيف نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بوجود المسلمين في غير ديار الإسلام. نقول القاعدة الكلية الحاكمة في ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فأنت تراعي العدل وتراعي الإحسان، والجانب الآخر إن الله يأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا أهم ضابط. إذا استطعت أن تقيم العدل بحسب الإمكان وتقيم الإحسان بحسب الإمكان وتعاطى الخير في عموم المجتمع وتجتنب الفواحش وتجتنب البغي وتجتنب العدوان، فإنك إن شاء الله في هذا تكون مأجورا في المجتمعات خصوصا غير المجتمع. ثم أيضا أحرص في هذه المجتمعات أن تدرك بأنك محكوم معهم بعقود، تعاقدات معينة اللي تسمى الآن تعاقد المواطنة. هذه العقود لابد أن تراعيها، فلا يمكن أن تأتي ضمن مجتمع وتنسجم معه وتندمج معه ثم تريد أن تخالفه في كل الأطفال. هنالك قضايا خاصة ما نسميه نحن بالتقنينات والتشريعات الإدارية، هذه ما فيها إشكال، يعني يمكن للمسلم أن يتعاطاها بشكل، مثل قوانين المرور وقوانين الإقامة وكثير من القضايا لها علاقة على كل جوانب في المدارس على أشياء محرمة. نعم. خاصة مثل ممارسة الجنس وغيره. هذا النوع على كل على المسلم أن يكون حذرا من هذا الجانب. فيما يتعلق بالضابط، أنا أقول في موضوع الضابط إذا استطاع، دعني بس قبل أن ندخل الموضوع الآخر، التقصير في العقود أو عدم دفع الضرائب أو التهرب في مثل هذه الأمور التي ليست بحلال أصلا في الشرع جائزة أم لا يا شيخ؟ هنا على كل المشكلة وين؟ المشكلة في موضوع الضرائب لا بد أن ننظر إلى أصل فكرة. تدفع الكهرباء، تقدم لك ماء تدفع الماء، تقدم لك غاز تدفع الغاز، تقدم لك مصرف. نعم. لكن إذا كان هنالك اعتداء، هنالك ظلم، هنالك أخذ للأموال بغير وجه حق، هذه قضية أخرى. لكن كثير من القضايا اللي الآن الناس يقولوا والله هي ضرائب تحت منظومة الضرائب ويتهربوا منها، فهذه على كل يعني ليس الصحيح أنه الإنسان يطلق عليها بهذا الشكل العام أنه والله هي تهرب ضريبي وتحت حجة أنه حرام يريد أن نعم. يضيع الحقوق العامة يعني. طيب، نرجع لسؤالنا، الحكم الفاصل والضابط بين الفرد والمجتمع بين الفرد والدولة في الفاصل هو الشريعة باختصار. يعني هنالك حقوق أعطيت للفرد، وهنالك حقوق أعطيت للمجتمع، وهنالك حقوق أعطيت للدولة، فلا يعتدي بعضهم على بعض. طبعا دي قصة طويلة جدا، حقوق الفرد، حقوق المجتمع، حقوق الدولة ضمن منظومة كلية، بحيث والله لا يبغي بعضهم على بعض، لأن القرآن يشير وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طبيعة الناس حيثما اجتمع الناس كلما كانت هنالك تفاعل بشري أحيانا يحصل على كل هذا الطغيان، لكن كلما اقترب الناس من حاكمية الشريعة وأخذوا بأحكام الله تبارك وتعالى وتركوا العدوان وتركوا المظالم، فإن هذا يؤدي إن شاء الله إلى استقرار المجتمع. والضابط في ذلك أن الفرد يلتزم بما عليه، والدولة تلتزم بما عليه، والمجتمع كذلك يلتزم بما عليه. طيب، على صعيد الحقوق شيخنا، هل على المسلم حقوق تجاه أي شيء آخر غير الدولة والفرد أو أخيه المسلم؟ طبعا عندنا الحقوق الكبرى هي الحقوق مع الله. نعم. حق الله تبارك وتعالى هو أصل الحقوق، في أصل الحقوق، وهو كما قال حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأعظم حق على هذا الإنسان هو حقوقه حق الله تبارك، أن يعطي حق الله تبارك وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا أعظم الحقوق التي يعني الإيمان بالله، تعظيم الله، عبادة الله، التسليم لله تبارك وتعالى، خشية الله، هذه كلها من الحقوق الأساسية على كل التي تبنى عليها فلسفة الحقوق التي نتكلم عنها. هذا نوع. هنالك أيضا حقوق فيما يتعلق بعالم الطبيعة، هذه برضو تحتاج إلى موضوع طويل. حقوق متعلقة بعالم الطبيعة وعالم الأشياء، سواء فيما يتعلق بالشجر، ما يتعلق بالحجر، ما يتعلق بالطريق العام، ما يتعلق بالبيئة،
والتلوث البيئي الآن الحاصل، هذا كله ستلاحظ بأن التلوثات البيئية التي نحن الآن نعاني منها، في كل مرة عاقدين لنا قمة لموضوع البيئة، هذه كلها لها علاقة بالفساد الذي يتجاوز فيه الإنسان الحد من خلال الإسراف في المأكولات، في المشروبات، في الصناعات، في كذا، لدرجة أننا في نهاية المطاف نفسد البيئة ونفسد هذا الكون الذي أعده الله تبارك وتعالى. فيحصل الفساد بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. هنا ستلاحظ بأن التجاوز في النواحي الحقوقية التي شرعها الشارع، سواء في التعامل مع الغابات، في التعامل مع الطبيعة، في التعامل مع التوازنات التي خلقها الله تبارك وتعالى من عالم الحيوان، يعني الإنسان إذا لم تكن متوازنة يحصل الاختلال ويحصل الفساد الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. فالله عز وجل أعد هذه الأمور. فهنا في حقوق أيضا، هنالك حقوق متعلقة بالحيوانات مثلا، كيف يذبح وكيف يرعى وكيف هذه كلها لها على كل أيضا، فهذه كلها علاقات على كل حقوقية بين الإنسان وبين هذه المجموعة. طيب، في سؤال يقول: ذكرتم في الحلقة السابقة أن الأغاني تأثيرها ذوقي وليس روحاني، وهنالك من يقول حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ففي ماذا يجتمع القرآن مع الغناء؟ على كل لا مقارنة ولا شيء يجمع ما بين القرآن والغناء، فهذا مصدره الله تبارك وتعالى، والغناء مصدره مصدر بشري ومصدره الشعر، والله عز وجل نفى ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا، فالرسول ليس بشاعر ولا القرآن أيضا ينسب إلى هذه المنظومة، فهو منظومة كلامية. الشعر والغناء منظومة كلامية تؤثر في الوجدان الإنساني. أنا ذكرت بأنه يؤثر في الجانب الوجداني ويؤثر في الجانب البدني، فالقرآن تأثيره شامل على هذا الإنسان. هنا هو يتكلم عن الغناء، يتكلم عن الغناء ويتكلم عن الشعر الذي يمتلئ به جوف العبد ويكون مبالغا فيه ومستكثر منه لدرجة أنه يشغله عن القرآن. طيب، إجابة الدعوة في حديث من لم يجب الدعوة فكأنما عصى الله ورسوله، أو فيما معناه، هل هي كل دعوة يدعاها الإنسان؟ الصحيح أنها النصوص التي جاءت في قضية الوليمة أغلبها في وليمة العرس، في وليمة العرس، هنالك مقيد بوليمة العرس. بعضهم على كل استحب لعموم بعض النصوص استحب أن يلبي الإنسان كل دعوة استحبابا، لكن الوليمة التي يجب الإنسان أن يلبيها هي وليمة العرس. وليمة العرس فقط؟ نعم، ليست كل دعوة. ليست كل دعوة. الوليمة التي نصت النصوص الشرعية على وجوب التلبية وتأثيم ربما من لم يلبي هي وليمة العرس. طيب، في دقيقة أخيرة شيخنا، كلمة في الحقوق أو فيما نختم في هذه الحلقة. على كل موضوع الحقوق طبعا هو من الموضوعات الكبيرة جدا والواسعة، وحقيقة يعني للأسف الشديد جهل الناس بقضايا الحقوق، جهلهم بحقوقهم الخاصة، جهلهم بحقوق الآخرين، حقوق الأبناء، حقوق الزوجات، حقوق الأسرة، حقوق المجتمع الذي تعيش فيه، حقوق أيضا الدولة التي أنت تعيش في ظلها، حقوق البشرية كلها، حقوق الناس عليك، أنه كل البشرية على بعضها له. للأسف الشديد يعني جهل الناس بهذا الموضوع أو بناء منظومة الحقوق كذلك على الجانب العقلاني الذي هو نسبي بطبيعة الحال، أو الجانب التجريبي العلمي الذي أيضا يكون بعيدا عن هدايات الكتاب، يخطئ أحيانا ويصيب، أو للأسف الشديد بناء المنظومة الحقوقية على فلسفة المنفعة والمصلحة. للأسف الشديد ما انتهت إليه الآن الحضارة الغربية هي المنفعة. فإذا كان والله مثلا هنالك منفعة لدولة معينة فإنها تجتاح كل الدول الأخرى الضعيفة تحت حجة أنه والله منظومة الأخلاق عندها تبنى على المنفعة وعلى المصلحة، مثل مثلا نظرية ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة. فإذا انتهت الناس حقيقة انتهت البشرية إلى هذا النمط من مفهوم الأخلاق، فإن البشرية مقدمة على قضايا خطيرة جدا. ولكن عندما يعود الإنسان إلى كتاب الله تبارك وتعالى ويجعل منظومة الحقوق مبنية على قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية: ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة وضنكها وتعبها وما تعيشه من معنى هو الخروج عن منظومة الحقوق التي وضعها الله لهذا الإنسان إلى منظومة أخرى ظن الإنسان بأنه مهتدي، وظن الإنسان بأنه إذا عمل بها سيكون إن شاء الله سيكون يعني يعيش سعادة ويعيش هناء، ولكن يعيش معذبا ويعيش في حياة النكد، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا. فنحن على كل نقول على الإنسان أولا أن يعلم ما هي الحقوق الشرعية التي تجب عليه
وكثير من الحقوق الشرعية إذا المجتمعات فهمتها، مثلا حق الحياة وحق التعبير وحق الكلام وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثير من الحقوق إذا تعلمها الإنسان وتحرك بها في المجتمع ستؤثر بطبيعة الحال في وضعيته داخل المجتمع، وستؤثر كذلك في حركته مع الدولة وفي حركته مع مجتمعه. شاكر لكم هذا التقديم وهذا الحضور شيخنا الفاضل. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. الدين الإسلامي لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا، فالحقوق بين العباد محكمة بالشرع ومستردة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما الرمت وما الإقتار من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني. إلى حلقات أخرى، طابت أوقاتكم بكل خير.